السلام عليكم. أنا أشرف مصطفى، فاوندر أند سي أو أركانيا جروب. على مدار السنين اللي فاتت اتأكدت إن الفكرة لوحدها مش بتكون كفاية إنها تتحول لقصة نجاح حقيقية، لكن يمكن الأهم من الفكرة هو الشخص اللي شغال عليها ومدى إيمانه وصبره على تنفيذها. الدعم المالي طبعا هو شيء أساسي لأي مشروع، ابتداء من بداية تنفيذ المشروع واستكمالا لاستمرار المشروع ده ونجاحه إن شاء الله. ولكن دايما بشوف إن الدعم المالي بيكون في المرتبة التانية بعد مدى تميز الفكرة والشخص اللي شغال عليها وقدرته على الصبر وتحمل الخبطات اللي اكيد هيقابلها في طريقه عشان يقدر يحول فكرته لقصة نجاح حقيقية على ارض الواقع. كنت دايما متأكد ان التغيير والتطور اللي بيحصل في المجتمعات اللي حوالينا مش بس بيكون معتمد على حجم المشروعات او حجم الشركات في المجتمعات دي، لكن اعتماده بشكل اساسي على عقلية الناس والافكار اللي بيقدروا يطلعوها اللي بتكون خارج الصندوق، بالاضافة كمان الى قدرتهم على مواكبة التطورات اللي بقت بتحصل حوالينا واللي اكيد كلنا ملاحظين رتمها السريع في الفترة الأخيرة. عشان كده بشارك معاكم النهاردة لدعم الأفكار المميزة والناس المثابرة اللي لسه في بداية طريقهم. مش بس الدعم هيكون مالي، هيكون فيه استثمار جزء كبير من وقتي معاهم إن شاء الله لو احتاجوا أي استشارات، بالإضافة كمان إن احنا نقدر نحول أفكارهم لواقع حقيقي. هنتابع مع بعض الرحلة خطوة بخطوة وهنشوف الخطوات الحقيقية للتغيير. اختياري مش بس هيكون على شكل الكلام المنسق أو شكل البرزنتيشن الكويس، أكيد دي نقط مهمة وليها تقييمها، ولكن الاعتماد الأساسي هيكون على مدى تميز الفكرة، التيم اللي وراها ومدى صبره وإصراره على تنفيذها والعمل بجدية على الفكرة دي إن شاء الله. ولأننا في أركانيا جروب مؤمنين إن مفيش حد بينجح لوحده، إحنا النهاردة مع الشباب في رواد علشان نقدر نحول بفضل ربنا أفكارهم المميزة لمشاريع على أرض الواقع. في النهاية حابب أقول إن دي مش بس مسؤولية الشركات أو المؤسسات، لكن هي مسؤولية على الأفراد اللي عارفين إن الاستثمار الحقيقي بيبدأ من عقول الناس وأفكارهم. أركانيا هي الراعي الرسمي لفريق YEC بجامعة المنصورة، المنفذ لمسابقة رواد، بدعم من المهندس أشرف مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة أركانيا كأنجل إنفستر، مؤمن بالشباب وقدرتهم على تحويل الأفكار لواقع.